سلام عليكم. سلم مكون من 9 درجات، عدينا اول سلمة ناقص 8 للفوز بالدوري. انزل بالانترو. وانا زملكاوي هلعب مهما تفوت سنين، حبه ما توصفوش حكاوي، ما انا اصلي صوته حارسه الامين. عينيا دي ما بتشوفش غيره، صوتي ما يهدفش الا ليه، تشجيع وفخر الجماهير، وده اللي انا اتربيت عليه. دخل الزمالك مباراة سموحة بالتكتيك اللي فيريرا معتمد عليه بقاله فترة. احنا مش ماشيين عشوائي، احنا عندنا مدرب بيعمل خطة. البروف بيعمل ايه؟ اي فريق هيلاعبنا كزمالك عامل ضغط عالي بانه يضغط على نص ملعبنا اللي كان مكون في الماتش ده من عبد الغني واسلام جابر. البروف بيعمل ايه؟ بيعتمد على لاعب واحد بس وهو المسلوسي. لا استنى، انت امبارح قلت بنفسك انه بقى بيلعب مدافع. ازاي بقى احنا عايزين نهاجم وبيعتمد على المسلوسي؟ انا عايزك تقنعني ازاي بقى. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. دلوقتي كله بالاثبات والدليل. فيريرا بيعمل ايه لما حد بيعمل علينا ضغط عالي؟ المسلوسي يلعب الكرة الطويلة للجزيري في ظهر الدفاع، وفي نفس اللحظة اللي المسلوسي بيلعب فيها الكرة الطويلة دي زيزو بيجري على منطقة الجزاء. الجزيري بقى ساعتها يلعب العرضية او يا اما يقطم لجوه ويشوط هو بس. هي دي كل القصة يا بيه. اللهم صل على حضرة النبي، انت عرفت المعلومات دي منين؟ ولسه يا بيه الامثله كمان. طبعا اشهر مثال ماتش الاهلي والزمالك، الهدف الاول المسلوسي الطويله برضو للجزيري في ظهر الدفاع اهو. خروج الشناوي طبعا سهل الموضوع، وفي نفس اللحظه اللي المسلوسي لعب فيها الطويله زيزو كان بيجري على منطقه الجزاء، عرضيه الجزيري لزيزو هوب الهدف الاول. ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. نفس المباراه برضو الاهلي والزمالك بس في الثانيه 32، يعني اول الماتش خالص قبل الهدف. الونش يلعب الكرة للمسلوسي، المسلوسي يعمل ايه؟ الاهلي ضاغط الكرة الطويلة على طول للجزيري في ظهر الدفاع، بس كانت اوفسايد المرة دي. ماتش سموحة والزمالك في الثانية 25 بالظبط، المسلوسي برضو الكرة الطويلة تاني للجزيري وسباق السرعة يشتغل، الجزيري يسبق كالعادة. بس الفرق بقى هنا ان ما كانش فيه شناوي يطلع ويسيب الجون فاضي ونجيب جون بكل سهولة. الجزيري جاب منها كورنر، بعد ما الكورنر اتلعب والكرة مشيت شويه وقع الجزيري في منطقه الجزاء والحكم رجع للفار. كان ممكن تبقى ضربه جزاء وهجمه خطيره، بس الحكم قال كمل العب بالفار، قال له كده. بس نيجي من هنا نستنتج ايه؟ ان في خطه فيريرا ماشي عليها، مش مجرد بنلعب عشوائي. المسلوسي والجزيري ليهم دور مهم جدا في التكتيك اللي فيريرا بيلعب بيه الفتره دي. الله الحلاوه دي. انت فاكر نفسك فاهم في الكرة لوحدك ولا ايه؟ انا مجهز حتة لاسلام جابر دلوقتي، اسمع يا بيه. اشمعنى اسلام جابر يعني؟ عشان انا احب ادي اللاعب المجتهد حقه يا ابني، انا راجل حقاني. اسمع بقى، كرة عالية في الهواء ما بين لاعب سموحة واسلام جابر. اسلام جابر ياخد الكرة ما بين اللاعبة بتاعت سموحة ويحط تسديدة كرباجية، ولكن تطلع كورنر. دي كانت في الدقيقه كام التسديده الكرباجيه دي؟ الدقيقة 7 وشوية. يا راجل ده كانت في السما خالص. كرباجيه يا عم اسكت بقى. طب وماله، اهلا وسهلا، بيحاول على الاقل. امام عاشور كل ماتش بيطوح له 10 كور بره. الدقيقة 20 برضه كرة مع حسام عبد المجيد يلعب لشيكابالا اللي من لمسة واحدة لعب لإسلام جابر، عدى واخترق الدفاع والشاط بكل قوة، جت جنب العارضة كرة خطيرة. هنا اللاعب عنده جرأة وعنده ثقة وبيلعب بثقة المدرب مديهاله، فطالما المدرب مديله الثقة هتشاف منه أحسن أداء. مش شرط يبقى زي إمام عاشور، بس لما إمام عاشور يغيب تلاقي البديل اللي ممكن يعوض شوية، ما تحسش بفرق كبير. آخر حتة بقى الناحية الدفاعية، كرة كانت معلوقة في نص الملعب، لعب باصة خاطئة، بس إسلام جابر بكل مهارة قلب حركة جسمه وجاب الكرة بالكعب، واضطر لاعب سموحة يعمل معاه فاول، انبهر. إمام عاشور ده ولا إسلام جابر يا جماعة؟ أنا مش عارف. فأنا شايف إن إمام عاشور بقيت بتلخبط بينهم أهو. إيه ده؟ مش عارف ده مين يا جماعة. فأنا شايف إن إسلام جابر لازم يلعب أساسي الفترة الجاية،
مش اساسي على امام عاشور ينزل يعني من حين لاخر عشان رجله تبقى في الملعب عشان لما تحتاجه تلاقيه. خلاص خلصت كده؟ اه. نخش بقى على اللاعب الصاعد الواعد المتواعد اللي رايح المنتخب قريبا. طبعا انا بقول كل الكلام ده علشان الكلام اللي جاي كله سلبي. نيمار الباشا مش عايز يباصي، عايز يبقى هو الكل في الكل، ياخد الكرة ويعدي الفريق كله. كرة كانت مع سموحة في نص الملعب، اتبسط في العمق، كانت الدقيقة 4:30 أو 5 تقريبا. الونش قطع الكرة بباصة لزيزو من لمسة واحدة لنيمار، هجمة مرتدة سريعة للزمالك. زيزو فتح لنيمار انه يباصيله تاني، بس نيمار قرر الحل الفردي. طبعا مفيش مشكلة، ماشي، عدى من الأول عدى من التاني. هنا بقى انت هتروح فين؟ مفيش قدامك غير انك تباصي لشيكابالا في الناحية الشمال فاضي خالص، ولكن طبعا انا البريمو انا الاسكيمو اتقطعت منه، عمل نفسه هيرقص 3 اتقطعت. احمد عبد القادر النسخه الجديده اللي ما بيبصيش لحد ويضيع الهجمات في الاخر، بس مع انه لاعب كويس وعنده المهاره بس يستغلها صح. نخش على كرة جديدة في الدقيقة 9 وشوية. كرة كانت مع شيكا في الجنب، شيكا طبعا اخترق عدى بعرض الملعب الطريقة اللي هو بيلعب بيها بمهارة طبعا من زمان قوي، وهو مميز قوي في انه يعدي الملعب بالعرض فيفشكل الدفاعات اللي قدامه. فالمهم نيمار فتح له فلعبها لنيمار حلوة جدا على العرضية متقشرة، قام نيمار لعبها عرضية ايه في المدافع، نفس عرضيات حازم امام اللي احنا زهقنا منها طول حياتنا بقالنا 20 سنة. يعني هو نيمار كويس بس محتاج يظبط بس لمساته الاخيرة. كرة كانت مع نيمار ناحية الركنية كده ناحية الزمالك، بس اتقطعت منه في مكان خطير، يعني حاجة زي اسيستات معلول للمنافسين كده. ويظهر نجم الفريق منقذا للموقف قاطعا للكرة. هو الكبير سلاح وسطوة وجيش 3000 غفير اقوى 100 مرة مدد بصوتي صوت زهير شموخ صقر في الصدر. اطمئنوا يا جمهور الزمالك، دفاعكم اصبح في امان، انتم لديكم نجم الفريق. وطبل يا عم طبل. في اللحظة دي بقى فيريرا ادى الدش الساخن لنيمار من على الخط، قال له بالبرتغالي فيس فيس فيس، يعني باصي والعب جماعي والا. كرة كانت مع اسلام جابر في نص الملعب برؤية فرجاني ساسي يعكس الملعب، حلوة جدا لنيمار اللي المرة دي بقى قرر يلعب جماعي وبصل زيزو اما بصيها لنيمار تاني اللي من لمسة واحدة يلعبها بصة روعة ما بين رجل لاعب سموحة واللي ببصل زيزو، ولكن مدافع سموحة يلحقها. شفت لما تلعب جماعي الكرة بتبقى حلوة وبسيطة ازاي؟ نخش بقى للكلام عن الدفاع شويه. الونش طبعا عمل ماتش كبير كالعاده. في كوره مثلا في الدقيقه 84 عرضيه من لاعب سموحه، الونش عمل حركه اكروباتيه بقى، بيعمل حركات غريبه وعجيبه. يا سلام عليك يا ونش. ندخل بقى على افضل لاعب في المباراة، حمزة المسلوسي اللي عمل مباراة دفاعية للتاريخ تدرس. الدقيقة 11 كرة مع لاعب سموحة القصير المكير اللي يلعب عرضية خطيرة سهلة جدا لعواد، بس عواد اخطأ معرفش يمسكها. حمزة المسلوسي استلمها بالكعب بطريقة على طريقة رونالدينهو. طبعا دي لو كانت عدت ومعرفش يستلمها كان لاعب سموحة منتظر كان لزقها في الشباك. الدقيقة 28 برضو كرة في نص الملعب مع سموحة، يلعب الولد اللي انا مش عارف اسمه باصة للولد التاني برضو اللي انا مش عارف اسمه، اللي يلعب باصة سحرية بقى من خلف المدافعين لمروان حمدي اللي كان هيروح انفراد لولا القراءة الجيدة من حمزة المسلوسي وقطع الكرة كمان. بعد كده في الدقيقة 52 كناريا لاعب سموحة يلعب حتة فرجاني ساسي سباق سرعة ما بين المسلوسي وعبد الكبير الوادي اللي الناس بتقول يجي بديل لبن شرقي، والمسلوسي يسبق والجمهور اللي في الملعب يحيي المسلوسي لانه قدر يقطع الكرة قبل عبد الكبير الوادي. الدقيقة 56 نفس الكرة بالظبط بس الكرة العالية المرة دي من عمر صلاح وسباق سرعة تاني ما بين المسلوسي وعبد الكبير الوادي، وبرضه المسلوسي يسبق والمرة دي بقى عبد الكبير الوادي ضغط عليه وحمزة عدى منه. رونالدينهو يا ابني بالكعب من شوية زي ما قلنا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. لا الصراحه طلع لاعب جامد، احييك على وجهه نظرك الفتره اللي فاتت. اسمع بقى الحتة اللي جايه دي. من المعروف ان لما يبقى مدافع كويس جدا بيلعب على لاعب حريف، اللاعب الحريف ده بيبقى مخنوق لما يبقى مش عارف يلعب بسبب قوة المدافع وان المدافع مسيطر عليه طول الماتش وبيقطع منه كل الكور. ده اللي حصل في الدقيقة 61 لما عبد الكبير الوادي خرج عن اعصابه وعمل يعني حركة غل كده واتطرد في الاخر. طبعا دي كانت تجيب اصابة الحركة دي،
واستحق الطرد طبعا. وبرده في ماتش الاهلي عبد القادر عمل كرة زي دي كده، خبط المسلوسي خبطة بعد ما سيطر عليه طول الماتش وحطه في جيبه. معلول في جيب المسلوسي، عبد القادر في جيب المسلوسي، عبد الكبير الوادي في جيب المسلوسي. يا نهار ابيض عليك يا مسلوسي. انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ طبعا بالنسبه لزيزو مفيش اي كلام عليه، هداف الدوري، والفاول اللي شاطه في العارضه ده وخبطته وما رضيتش تخش، مالكش حظ يا ابني. والجزيري طبعا انا مسميه بقى جابريال خيسوس العرب المحلي، اسيستات شغال، واللي يباصي لزيزو وزيزو يخش يحط هدف ويحط كرة جون عالمي. 100 الجزيري الصراحة، يعني لازم يجدد ويستمر الموسم الجاي. كان معكم نمبر 2 والمتحدث الطنبوشي فؤاد. ولو راجل كل